اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما احنا متعودين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. بصوا عاملين النهاردة عظمة عظمة، مش قادرة أقول لكم على الجمال. بصوا طبق مشكل، مش هنقول سمين لا، لأنه هو مفيهوش حاجة من السمين إلا الفشة بس. يلا بصوا على الجمال وعلى الحلاوة. هنشوف عملنا الطبق ده ازاي. أول حاجة ابتدينا بيها، يلا نسمي بسم الله ونقول عملنا الحاجات دي ازاي. ده كده كيلو فشة، مسكناه غسلناه غسلة حلوة وحطينا مية على النار، وأول المية ما غليت نزلنا بيها بعد ما غسلناها طبعا بالملح والخل والليمون، وعصرنا عليها ليمون. غسلناها وخليناها زي الفل. نغطي بقى عليها ونبدأ نشوف هنعمل ايه تاني. سيبها تعيش حياتها بقى. معانا كيلو لحمة هنقطعها مكعبات زي الليمونة. شفتوا الليمونة؟ قد الليمونة كده بالظبط. كل حاجة كده معانا هنحطها في حلة لوحدها ونسيبها تعيش حياتها. بس بعد ما نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ده كده كيلو لحمة ملبس، مش ملبسة قوي يعني، فيها كمية دهون حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما فيهاش يمكن قطعة ولا قطعتين ابيض. ونزلنا بيهم الاول مادة دهنية في الحلة، واول ما حطينا معلقة سمنة بلدي حلوة كده نزلنا بالحتتين السمان الاول، وبعد كده نزلنا بقى بالمكعبات اللحمة بتاعتنا. ورق لوري، حبهان، فلفل اسود، كبابة صيني، اللهم صل على النبي، جنزبيل، بهارات اللحمة، وبصلاية متقطعة كده ايه جوليان جوانح. لسه هنضيف لها بصل تاني. سيبناها تعيش حياتها، ونجيب بقى شوية بصل حلوين كده لزوم الطبق بتاعنا. طبعا بيحب البصل، والبصل ده قطعناه كده جوانح زي ما انتوا شايفين. تقطعي تقطيع عشوائي كبير مش صغير. احنا قطعنا بصلايه الاول عشان تتسبك مع اللحمه. اللحمه بنحط لها كوبايه ميه بكوبايه ميه، تشربها نحط لها كوبايه ميه تاني. الله على الجمال. بصوا بقى لو معايا تشموا الريحه كده، دخلت تقريبا دخلت في السوا بنسبه 70%. ننزل بقى على كميه البصل عشان البصل ما يموتش مننا، يكمل سوا معاها. ونحط لها ايه ربع كوبايه ميه تاني، ونسيبها تعيش حياتها تاني شويه لحد ما نشوف هنعمل ايه. حط لها بقى الميه الملح بتاعها عشان هي دخلت في السوا خلاص. في الحبه دول كده احنا جبنا الكبده بتاعتنا. نجيب الكبده بقى ونقطعها، هي كانت في الفريزر. الكبده بتاعتنا يا جماعه ما نغسلهاش عشان ما نحسش بالزفاره بتاعتها. طلعتها من الفريزر انا قبل ما تفك، مسكتها قطعتها تقطيع كده برضو مكعبات صغيره. وبعد ما قطعتها دي هريسه شطه، حطيت عليها معلقه. ونحط بقى كتري عصير الليمون. عصير الليمون دوت بمثابة ان انتي بتغسلي الكبدة. بتغسليها بايه؟ بعصير الليمون. ونقلبها ونغطي عليها، نسيبها تتبل لمدة ساعتين 3 ونركنها. كده الفشة معانا استوت وبقت زي الفل. بصوا السكينة بتنزل فيها في لحظة ازاي، حتى الدخانة بتاعتها طالعة ازاي زي ما انتوا شايفين. قطعها بقى شرايح مكعبات برضو، كل حاجتنا صغننة صغننة كده زي اكل الكتاكيت. عشان ده طبق مشكل، هتعملوه جربوه كده مش هتندموا. طبق تحفة، مش قادرة اقول لكم. يعني عيش محمص بقى وجرجير او فجل وسلطة طحينة وعيشي حياتك. قطعنا الفشة كده، اللحمة خلاص دخلت على السوا، حطينا لها الملح بتاعها وسبناها بالبصل والكبدة بتتبل. دي حتة الزور بقى. الله، الزور ده بيبقى قراقيش بقى، بيبقى طعمه تحفة بصراحة. يعني لازم اما اشتري فشة اقول له انا عايزة الزور. بيبقى كله مقرمش كده، قراقيش تاكليه قراقيش بيقرقش معاكي. بس الفشة دي بتاعتنا النهاردة خدت سوا جامد قوي قوي قوي، خدت تقريبا بتاع ساعتين على النار. ننزل بقى الطبق بتاعنا. الله على الجمال وعلى الحلاوة. بصوا طبق متدلع. خلاص كده خلصنا، كل حاجتنا استوت والكبدة اتبلت. نجيب بقى الطاسة الجميلة بتاعتنا، معلقة سمنة حلوة وحتة ليا.
دول قرنين فلفل بقى وفصين توم عشان الكبده اللي هنعملها. ننزل ندقهم كده في الهون الجميل بتاعنا اللي هي اتحمرت. وادي الكبده بقى قشطه عليك. طبعا الليمون والتتبيله اللي احنا عملناها لها الهريسه، بالاضافه للثوم والفلفل اللي انا وريتهم لكم اللي دقيناهم دول. ننزل بقى على اللي هي والسمنه. طبعا سخنوا جامد جدا، ونزلنا بالكبده. لازم تسمعي التش دي، الله غيرت لونها. بصوا على الجمال، الله على الريحه. والله لو معايا وتشموا الريحه قولوا شمين. دي معلقه التومه بقى والفلفل الحراق اللي احنا حاطينها دي اختياري. لو عايزه تحطي فلفل حامي حطي، مش عايزه تحطي بمزاجك. حطي قرن فلفل بارد مش مشكله. ركننا كل ده على جنب بقى. الكبده خلاص ما بتاخدش، الكبده ما بتستغرقش معانا يعني 10 دقايق كتير عليها كمان. ركناها على جنب ونزلنا بقى بالفشه بتاعتنا والزور ياخدوا تشويحه. طبعا هما مستويين، ياخدوا تشويحه. والبصل بقى الجوليان بتاعنا تمام التمام، تقطع كده اجنحه حتت كبيره عشان يظهر معانا. وطبعا يدوب بيتشوح مش اكتر من كده. ننزل برضو بعصرتين ليمون. وادي اللحمه بتاعتنا بقت تمام. ناخد بقى منهم شويه لحمه. بص استوت بقت زبده. ننزل بقى بشويه لحمه عليهم. احنا بنعمل طبق، كل اللي هيجي ياكل نعمل له طبق شويه صوص بقى من صوص اللحمه، لان طبعا كل حاجه معانا مستويه. اللي عايز ياكل بنعمل له الطاسه الجميله المتينه دي، الطبق اللي انتوا شايفينه. اختراع بقى ام احمد بقى مرات ابني قالت هنطفلها فحمايه، قلت لها طفلها فحمايه. وجبنا الطبق الجميل بتاعنا فرشناه بقى بالكزبره الخضراء والبقدونس. وننزل بقى والله على الروايح. لو معايا وشمين الريحه قولوا شمين. تحفه تحفه تحفه. طبعا مش طبق سمين، ده طبق مشكل لحمه وفشه وكبده زي ما قال الكتاب. قرنين فلفل بقى لزوم الشطشطه. لو انت عايزه تحطي بقى فلفل حطي، مش عايزه تحطي براحتك اختياري. بس طبعا هو ما ينفعش ان هو ما يتاكلش من غير الفلفل الشطشطه والوحوحه. الله على الجمال. بصوا بقى، تعالوا. نسيت ايه؟ نسيت دبس الرمان. طبعا كبده يعني دبس رمان، بتديكي مزازه كده او حاجه مسكره مع الليمون والثوم والفلفل اللي احنا عاملينه. تحفه تحفه تحفه. يلا بقى بدي ايه؟ بدي ادوق عايزه اجرب اعمل تيست. عملت سندوتش بصوا جميله. الله على الجمال. الله الله الله. طبعا ولا سندوتش يكفي ولا 10. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير سبسكرايب لتيتا زوزو على الطبق الجميل ده.